بسم الله. السيد منير القادري بوتشيش نائب رئيس فريق النهضه البركانيه. في الحقيقه النهضه البركانيه اليوم حنا فخورين به، بالسيد الرئيس، بالسي حكيم عبد الله، بجميع المكتب المسير ولا الطاقم التقني ولا الاداري، لهذا حسن تدبير الازمات اللي اصبح وكم من رقبة في طيها نعمة. يعني هذه التجربة أننا كيفاش ندير يعني بعض الأوقات اللي كتكون فيها يعني عصيبة، واليوم استطعنا من هذا يعني الحدث اللي هو مع الأسف كنا نود أن فريق ديال يكون عرسا رياضي بين الإخوة الجارين، فريق من القطر الجزائري والمغربي، أن نعكس هذا حسن الجوار وأننا مسلمين نشتركوا الدين، نشتركوا الثقافة والعروبة. مع الأسف أبى الفريق ديال اتحاد العاصمة أن يشارك هذه المقابلة نظرا للقميص، هذا القميص المصادق عليه طبقا للقوانين ديال الكونفدرالية. حنا النهضة البركانية وفرت جميع الظروف بفضل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبفضل رئيسها السيد فوزي القجع اللي نشكره في هذه المناسبة، لأنه وفر جميع الظروف وكان حسن استقبال الفريق ديال اتحاد العاصمة الفريق الجزائري، والإمكانيات البنية التحتية الفندق وحسن الترحيب. هذا يعني نعكس أن المغاربة دائما يمدون الأيدي للبلد الجزائري، وهذا طبقا للرؤية ديال صاحب الجلالة ناصر الله الملك محمد السادس اللي دائما يده ممدودة للفريق الجزائري من أجل يعني حسن الجوار وهذه القيم الأخلاق الإسلامية وديال العروبة. وجلالة الملك نصره الله وأيده دائما في معاملته مع الآخر ومع إفريقيا أبان دائما في كل الظروف، الأزمات الصحية، الأزمات يعني الاقتصادية، أن المغرب دائما هو يمد يده لجميع الشعوب وخصوصا في إفريقيا، يعني طبقا لمبدأ رابح رابح. فالرياضة هي تسير في هذا النهج الملكي، أنها حكمة متبصرة، حكمة حنا نلعب هذا الدور ديال الدبلوماسية الموازية، والنهضة البركانية أصبح هو قاطرة لهذا الرياضة على المستوى الوطني والدولي والقاري. كل يصبح يعرف بركان بفضل هذا القميص ديالها، بفضل أنه فريق نموذجي، وهو أدار هذه المقابلة بحكامة وبحسن بأخلاق وهذه القيم. فنحن نشكر فريق النهضة البركانية، نشكر جميع المكونات الفعالية لمدينة بركان، الجمهور، الصحفيين، المجتمع المدني، اللي رغم هذه المقابلة ما تلعبتش فجعلنا هذا اليوم يعني عرس رياضي لنظهر التشبث ديال المغاربه والبركانيين بالوطن ديالهم والبلاد ديالهم والفريق ديال النهضه البركانيه. هذه هي دبلوماسيه موازيه لنشر قيم السلم والسلام والاخاء واحترام الاخر، وحنا نسير على هذا النهج ان شاء الله باش نجيبوا الكاس ديالنا من الكونفدراليه الزمالك، لان الفريق النهضه البركانيه اصبح اكتسب واحد التجربه، اكتسب هذه القيم الرياضيه والاخلاقيه وحسن الحكمه بفضل كل شيء الفعاليين ديالهم ديال الفريق كما قلت الاداريه وديال مكونات المكتب المسير السيد الرئيس نشكرهم. وحنا دائما لانه هذا يعني الفريق النهضه البركانيه يعني اصبح معادله صعبه، نتمنى دائما نسير في هذا الخط لاجل هذه القيم الرياضيه والاخلاقيه، لان الرياضه قبل كل شيء اخلاق، فمن عليك يعني بالرياضه عليك بالاخلاق. نشكركم جميعا ودامت لنا المسرات. شكرا.